ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. اتمنى لو انتوا بتشوفوني لاول مره تنزلوا تعملوا لايك للفيديو حالا وتشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد. النهارده هناخد حاجه سهله وبسيطه جدا، لازم يكون ابنك عارفها حتى لو هو في كي جي 1. حاجه بسيطه بتساعده ان هو بعد كده يمشي بخطوات بسيطه وسهله ويقدر يكون جمله بسيطه مكونه من 3 جمل او اكتر. تمام تمام. طيب النهاردة عايزين ناخد أساسيات الجملة الأساسية بتاعتي، ازاي يكون الطفل بتاعي عارف الجملة بتتكون من ايه، وكمان يقدر يعتمد على نفسه ويكونها كويس. طيب ركزوا معايا دلوقتي. أول حاجة عندي السنتنس blending، إن أنا أركب جملة. يعني ايه sentence blending؟ sentence blending يعني ان انا اركب جملة وتكون الجملة بتاعتي صحيحة. طيب هنستخدم ايه في الجملة يا مس عشان نقدر نكون جملة بطريقة كويسة وطريقة سهلة؟ يلا نشوف مع بعض. عندنا اول حاجة في السنتنس بتاعتنا عندنا subject. يعني ايه subject؟ الفاعل بتاعي. طيب يا مس السبجكت ده بيكون عبارة عن ايه يا مس؟ ممكن يجي لي هنا noun. عارفين النون اتكلمنا عليه قبل كده اللي هو مين؟ الاسم. طيب سواء بقى person شخص زي علي أو سارة. طيب زي مين؟ place مكان. برافو يا شطار. عندي كمان thing شيء ما. وعندي كمان animal اللي هو حيوان like elephant cat dog. تمام، يبقى أنا خلاص أخدت بتاعي إن أنت عندي السبجكت هنا ممكن يكون noun. النون عبارة عن ايه يا مس؟ النون عندي عبارة عن person زي علي وسارة. البليس زي زو الحديقة أو كلاب. السنج عندي زي بان، زي كمان ايه؟ رولر. أي شيء ممكن نتكلم عنه. animal زي ايه؟ زي cat. زي مين؟ زي elephant. يبقى انا اخدت اول حاجه من الجمله بتاعتي ان السبجكت بتاعي بيكون عباره عن اسم. طيب مس ممكن نشوف السبجكت في صوره تانية؟ ايوه ممكن طبعا نشوف، ممكن نشوفه في صوره pronoun. البروناون اللي هو ايه يا مس؟ اخدناه قبل كده. البروناون اللي هو الضمير. البروناون اللي هو الضمير زي مين؟ زي هي. برافو يا شطار. زي شي. ايوه ات. وكمان مين؟ زي وي. طيب يبقى انا عندي السبجكت بيتكون من ايه؟ ممكن اشوف السبجكت هنا noun زي person place thing animal. ممكن اشوف pronoun زي he و she و it وكمان they و we. طيب يا مس انا خلاص هقف كده على السبجكت بتاعي. هي الجمله بس بتاعتي يا مس بتتكون من سبجكت ولا في حاجه كمان معاها؟ مين الشاطر اللي هيقول لي؟ يلا يا شطار. ايوه انا سامعاك. وبتتكون من ايه كمان؟ بتتكون من verb. مين هيقول لي الفيرب؟ verb زي ايه يا ولاد؟ برافو. verb زي ايه؟ زي am و is و are. طب هما دول يا مس verb بنقول عليهم verb؟ ايوه مش احنا اخدنا ان am و is و are بنقول عليهم verb to be؟ طيب عندي هنا بعد السبجكت بيجي لي ايه؟ verb. طيب الفيرب اللي هو هنا عبارة عن ايه بقى يا مس؟ اللي هو verb to be. زي مين؟ زي am زي is زي are. وكمان عندي هنا يا مس ايه اللي بيجي بعد في الاخر خالص في نهاية الجملة بتاعتي البسيطة؟ الاوبجكت اللي هو مين؟ المفعول. طيب يبقى انا اخدت الجملة بتاعتي بتتكون من ايه؟ من subject و verb object. اخدنا السبجكت اللي هو عبارة عن مين؟ عن noun وكمان pronoun. طب انا لو شفت النون في الجمله بلاقيه زي مين؟ زي person اللي هو الاشخاص.
زي علي وسارة وهايدي ووعد واسماء كتير. وعندي كمان البليس، لو شفتوا يا مس في الجملة بيكون زي زو، كلاب، سينما، هوسبيتال، سكول. لو سنج كمان يا مس شفتوا في الجملة بيكون عبارة عن ايه؟ بيكون عبارة عن بن ورولر، وعندي باج، بوك، اي حاجة غير عاقل. طيب عندي يا مس لو انا شفت انيمال في الجملة بيكون الانيمال ده عبارة عن ايه؟ عارفين الانيمال دي اولاد اخدناها قبل كده زي الكات والدوج والإليفانت والحيوانات اللي بنشوفها معانا. طيب يا حلوين، اخدنا السبجكت وعرفنا ان هو بيكون عبارة عن نون وبيكون عبارة عن بروناون. طب البروناون يا مس، احنا قلنا ان البروناون ده اللي هو بالضمير اللي بيحل محل الاسم. ممكن الاقي الضمير لوحده اعرف ان هو بيتكلم عن الاسم ده، وممكن الاقيه الاسم في اول الجملة وكمان بيدل عليه في الجملة التانية بضمير، زي هي لو هو مذكر، وشي لو هي مؤنث، وات لو حاجة غير العاقل، وزي وي لو هما جمع. يبقى انا عندي البروناون بيحل محل الاسم اللي هو موجود في اول الجملة، او ممكن يجي لي مكانه اصلا وما يجيبليش اسم في الاول الجملة. طيب اخدنا السبجكت عبارة عن pronoun تاني وعن noun وعن pronoun. طب انا الجملة بتاعتي ما وقفتش عند السبجكت، قالت لي ان انا كمان بيجي يلعب معايا في الجملة بتاعتي verb. طب الفيرب بتاعي يا مس، اخدنا النهاردة verb to be اللي هو فعل يكون، اللي هو عبارة عن مين؟ عبارة عن am و is و are. طب انا يا مس هما ملخبطين كده بيجوا مع اي حاجة؟ لا، احنا قلنا ان هنا I، ثواني يا ولاد احنا نسينا نكتب هنا I كمان. عندي هنا I بيجي معاها مين؟ am. طب انا عندي هي بتاخد هي وشي، وات بياخدوا مين؟ is. طب انا عندي هنا we وزي ويو بياخدوا مين؟ بياخدوا are. وكمان عندنا يو. مش تفكروني يا ولاد بالضمائر اللي انا نسيت اكتبها لكم؟ تمام. يبقى انا عندي هنا الفيرب تو بي، الفيرب تو بي اللي هو am واز وار. كل فعل من دول ليه استخدام معين مع ضمير، زي ما احنا قلنا am بتيجي I بتيجي بتاخد مين؟ بتاخد am. طب هي وشي وات بياخدوا as، وي وزي ويو بياخدوا are. طب الاوبجكت ده يا مس عباره عن ايه؟ مين هيقول لي ان الاوبجكت ده المفعول اللي بيكمل لنا بقيه الجمله بتاعتنا؟ صح. طب انا عايزه اكون جمله دلوقتي. مين هيكون لي جمله سهله وبسيطه؟ مين الشاطر؟ طيب مين دلوقتي هيكون لي جمله بسيطه؟ هنفترض ان الرسمه اللي عندي دي ضفدعه. مين هيكون لي الجمله بتاعتي؟ مين هيقول لي بقى يا حلوين الجمله بتاعتي بتتكلم عن ايه؟ خلاص احنا اخدنا هنا الايه؟ ضفدعه. طب ضفدعه يعني ايه؟ فراج. طب انا عندي فراج هنا حيوان، وقلنا ان الحيوان غير عاقل بياخد ات. يبقى عندي اول ضمير في الجمله بتاعتي مين؟ اللي هو السبجكت ات. طب يا ماس ات بتاخد مين؟ بتاخد دي مين؟ تاخد ام ولا ار ولا از؟ برافو، ات از. طب دي اسمها ايه يا ماس؟ فراج. ا فراج. it is a frog. عندي هنا البروناون، وعندي هنا الفيرب بتاعي، وعندي هنا الاوبجكت اللي هو مين؟ الضفدع. طيب عندنا هنا تاني جملة بتقول ايه؟ مين هيقولها لي؟ طيب عندي هنا صورة apple. يلا برافو يا شطار. it is an apple. يبقى عندي هنا it اللي هو مين؟ البروناون. طب وعندي هنا is اللي هو مين؟ verb to be. وعندي هنا apple اللي هو مين؟ الاوبجكت بتاعه. ونفس النظام هنا الاوبجكت، ونفس النظام برضو هنا الverb to be. طيب يا حلوين معايا بصوا كده، عندي هنا تالت جملة بتتكلم عن ايه؟ ده كتاب. طيب عايزة اقول it is a book. الجملة بتاعتي صح كده ولا غلط؟ صح.
عشان عندي هنا البروناون الضمير، وعندي هنا الفيرب تو بي، وعندي هنا الابوك اللي هو الاوبجكت بتاع الجمله بتاعتي. صح يا مس؟ طيب مين هيجيب لي جمله تانية لوحده يا شطار؟ ماشي، يلا يا حلوين. عندي هنا رسمه جيرل، مين هيكون لي الجمله بتاعتها؟ طب البنت هنا بتاخد مين؟ الضمير شي عشانها مفرد مؤنث. طب شي بتاخد مين يا مس؟ شي بتاخد ام ولا ار ولا از؟ بتاخد از. شي از ا، ينفع اكتب a boy؟ no a girl. طيب ايه عندي هنا المثال اللي بعده؟ هي عشان هو مفرد، ومفرد مؤنث ولا مفرد مذكر؟ مفرد مذكر بياخد he is a boy. خلاص ان الجملة بتاعتي يا مس كوناها بطريقة صح زي ما احنا شرحناها في اول الفيديو. يس جملة صحيحة جدا. عندي هنا البروناون وعندي الفيرب وعندي الاوبجكت بتاع الجملة بتاعتي. يبقى انا عندي خلاص اخدنا ان الجملة بتاعتي عشان اعمل بلندنج صح للجملة بتاعتي بتكون الجملة بتاعتي مكونة من ايه؟ مكونة من subject وverb وobject. عندي السبجكت بيكون متكون يا اما pronoun او noun، وعندي الفيرب بتاعي بيكون verb to be في الغالب، او عندي كمان الاوبجكت بيكون المفعول به الموجود معايا في الجمله اللي انا هتكلم عنه. طيب يا مس كونا وقلنا ان البروناون بيكون عباره عن مين؟ عن it وهي وشي وكمان وي وزي. طب انا عندي verb to be بيختلف، كل فعل بيجي مع ضمير مختلف، زي I بيجي معاها am وهي وشي، وit بيجي معاهم is، وكمان زي وي ويو بيجي معاهم are. طب انا قلنا في الاول ان البروناون اللي هم مين؟ الهي وشي وات وزي وي ويو. طب كمان يا مس الناون قلنا بنشوفه في صورة ايه؟ place وسينج، وكمان ناون زي اشخاص person، وكمان animals. وكمان الاوبجكت هو بيكون جاي لي الاوبجكت اللي انا هكون عليه الجمله، سواء كان حيوان او شخص او شيء موجود قدامي هتكلم عليه. اتمنى ان الفيديو بتاعي يكون سهل وبسيط جدا النهارده، واتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا لو معلومه بسيطه. كان فيديو ممتع ورائع ان احنا بنعرف نكون جمله بسيطه بتكون بكل سهوله، ويكون الطفل داخل عارف يعني ايه جمله بسيطه مكونه من ايه. واتمنى ان اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.